كيلو سكر للأسرة، قرار عاجل من التموين لحل الأزمة فورا. 8 كيلو سكر للأسرة الواحدة. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر. مبدئيا كده الخبر مصدره صدى البلد، هتلاقوا منشط مالي السوشيال ميديا: 8 كيلو سكر للأسرة الواحدة، ده قرار عاجل من التموين لحل الأزمة، لأن من موقع رسمي وهو صدى البلد. تعالوا هنشوف تفاصيل الخبر ايه مع بعض. نصلي على الحبيب المصطفى. اللي مش مشترك في القناة ينورني يشترك في القناة، يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا منكم وليس أمرا. لازم أحط لكم العنوان اللي هو كله متداوله عشان تقدر تعرف المصداقية والحقيقة، الخبر الصحيح مني، من غير ما حد بقى يضحك عليك ولا يشتغلك، يعني من الآخر. طيب بصوا حبايب قلبي، هو ما زادش جديد من وزير التموين على السكر. انت كده كده اي اسرة في التموين ليها كيس سكر وازازة زيت، صح؟ اي فرد في الاسرة. بكام؟ ب50 جنيه. انت ليك تموين ب50 جنيه، هتاخد فيهم كيس زيت وازازة زيت وكيس سكر، ده حد ادنى مسموح لك. طيب الاسرة اللي اكتر من 4 افراد بيبقى ليها نسبة سكر اعلى. طب سعر السكر كام؟ 12 جنيه و60 قرش. ده بالنسبة لسعر التموين. تمام كده؟ تمام. وزير التموين بعد المشكلة اللي حاصلة دي قال لا، احنا دلوقتي مش هنصدر السكر، واحنا عندنا محصول او عندنا مخزون يكفينا لغاية 30 مارس، يعني الامر هيكفينا. فاللي هيحصل ان انا هنزل لكم على كل بطاقة التموين ايه هو كيس سكر لكل فرد. تمام. والاسرة اللي عندها افراد اعلى هننزل لها 2 كيس سكر حر ب27 جنيه. يعني مفيش زيادة في التموين سكر، عشان تنتبهوا، مفيش زيادة في التموين سكر. طيب وزير التموين قال بناء على القرار هيتم إتاحة 2 كيلو سكر، سعر الكيلو 27 لكل أسرة بتضم 4 أفراد فأكثر، بجانب حصة البطاقة التموينية من سكر الدعم تصل إلى 6 كيلو سكر، ليصل المجموع كام؟ 8 كيلو سكر للأسرة، لعدد الأسر الأكثر من 4 أفراد. تمام كده؟ أما الأسرة اللي هي أسرة واحدة فليها كيس سكر واحد. يعني الخلاصة انت لو عددك 4، لو انت لغاية 4 أفراد هتجيب كيس سكر حر، أكتر هتجيب كيسين سكر. مفيش 8 كيس سكر لأسرة أقل من 4 أفراد. نفهم كده، هم ضافوا السكر نصيبك بالإضافة للسكر الحر اللي هو ب27 جنيه. تمام. طيب عايزه اقول لكم ان المنافذ بالفعل بتقدر تروح تاخد منها السكر بسهوله جدا، المنافذ البيع. يعني انا دلوقتي شو كل ما بعوز كيس سكر بروح اشتري متوفر في كميات كبيره جدا على فكره. ده اللي انا شايفاه بقول لكم من واقع انا محاكاه. فربنا يوفقكم ويكرمكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.